ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا غطسان اليومين دول كده عشان شغال على بروجكت جديد، فكره الابلكيشن ده بيخدم قطاع مهم جدا هنا في الامارات، اللي هو الاسر المنتجه. اللي ما يعرفش عن الاسر المنتجه ده، الدوله بتشجع الاسر انها تعمل منتجات في البيوت وتديها المحلات عشان يبيعوها. المحلات دي مش محتاجين برنامج بوينت اوف سيل عادي، هم محتاجين برنامج ينظم حساباتهم ما بينهم وما بين الاسر دي بشكل مختلف عن اي نقطه بيع تانية او اي مكان بيع تاني او اي محل تاني. ما تيجي كده ناخد فكره عن الابلكيشن، وبالمره تدعوا لي ان ربنا يوفقني كده واخلصه ويبقى فعلا كويس ويخدم القطاع ده بجد، لان مفيش لحد دلوقتي ابلكيشن بيخدم القطاع ده تحديدا بنفس الكيفيه اللي هم عايزينها. طيب، اول حاجه انا اخترت الواجهه تكون باللغه العربيه عشان سهوله استخدام التجار والناس اللي هم الفاتحين البيزنس ده. الميزه في الموضوع انه يعني ويندو واحده بتكفي ان انت تعرف منها كل المعلومات وتعمل تعديل وتحديث وحذف وبحث كمان وكل حاجه، وبيطلع لك كل الديتيلز عندك هنا، زي مثلا ده سجل التجار او الاسر، البيانات بتاعتهم، وده سجل المنتجات. يعني والجميل في الموضوع ان انا لو جيت مسحت اي حاجه سواء من هنا او من هنا، المستخدم مسحها بطريق الخطا بالشكل ده، بتروح على حاجه اسمها سله المحذوفات، وتقدر ان انت تعمل استعاده للحاجه اللي انت مسحتها تاني، وترجع عندك في سجل التجار او سجل المنتجات. طبعا لسه ما خلصتش البرنامج، ادعوا لي اخلصه ويطلع كويس ويعجب الناس. وبس كده، محتاج دعواتكم وتشجيعكم، والسلام عليكم.